السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة هنعمل أكلة حبايب الجماهير، هنعمل ممبار وهنعمل طبعا مجهزين الخضرة بتاعته. أكلة النيفة. النيفة دي طبعا دي تنزل في الجنب، انتوا عارفين طبعا. تمام، فخطوة خطوة مع بعض. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان كل حاجة جديدة تنزل لكم. جهزنا ميه مغليه وبدانا بقى نسلق الفشه والكرشه والممبار وكل الكلام دوت. بداوا يتسلوا في حله واحده، شايفين الحلاوه. تمام. وهنا نضفنا الممبار وهنبدا بقى نحشيه. هنعمل تسبيكه الممبار. تمام، مع بعض خطوه بخطوه. وهنا مجهزين الخضره اللي هنحطها على تسبيكه الممبار، الحشو بتاع الممبار. بصلتين كده حلوين كده. تمام. وهنا مجهزين الممبار. شايفين الممبار حلو ونضيف ازاي؟ لو عايزين طريقه تنظيف الممبار اكتبوا لي في التعليقات. وهنا جهزت كميه الثوم، وهعمل لكم طريقه تفريز الثوم الجديد الحلو. تمام اهو. ومجهزه الطماطم للتسبيكه خطوه خطوه مع بعض. حطيت معلقتين سمن. تمام. هنشوح البصله، هنحط سمنه تسيح، ونجهز بصلتين مقطعاهم. هنفضل نشوح في البصل لحد ما توصل للون الذهبي. هنفضل كده نقلب فيه كده لحد ما يوصل للون الذهبي كده ويبدأ في التحمير. اول ما يبدأ في التحمير هنكون مجهزين تومة، حتة توم كده حلوة محترمة، وهنبدأ نطشها عليه ونشوح الاتنين مع بعض. دي طريقة عمل التسبيكة اللي هو الحشو بتاع الممبار او اي محشي، يعني ممبار، كرنب، ورق عنب، اي محشي. هي دي طريقة التسبيكة بتاعته. هما كلهم ليهم تسبيكة واحدة وطريقة واحدة. ونبدأ نشوح فيه كده. بس هنا التومة بدأت تاخد اللون الذهبي. تمام.